قل لي أنا في المدينة وأبغالي مطعم يقدم الستيك والبرجر والباستا بطعم لذيذ وطريقة مختلفة، أقول لك تعال مطعم سكيل أون ذا جريل. أكلهم لذيذ وطريقة تقديمهم مختلفة، وترى مقدمين لكم عروض رهيبة لفترة الغداء. طيب فين موقعهم؟ شوفوا هنا الخالدية الإسكان، هذه طعمية السلطان قبل طعمية السلطان، مطعم سكيل أون ذا جريل. واكتبوا في جوجل ماب مطعم سكيل اون ذا جريل اللي يجيبكم الموقع الى الباب. وترى قريبا راح يفتتح عندكم يا اهل العزيزيه. والان خلونا ندخل ونشوف ايش عندهم وايش العروض اللي مقدمينها، ونقول بسم الله. وهذا المطعم من الداخل، والمطعم جميل وانيق، وعندهم جلسات هنا وعندهم جلسات ايضا فوق للي يحب المزيد من الخصوصيه. وترى هنا يراهنوا على جوده اللحوم، يقولوا لكم احنا هنا ما نقدم الا افضل اللحوم. وهذا القسم العلوي في المطعم ما شاء الله تبارك الله كبير وشرح، والجلسات فيه كثيره. واللي يبحث عن مزيد من الخصوصيه ترى حتى بارتيشن موجود عندهم. وبدأت الأطباق توصل، يا سلام ما شاء الله تبارك الله. وهذا طبق المقبلات عندهم. إيش الأصناف اللي موجودة هنا؟ وهذه سلطة التاكو، وهذه وجبة السلايدر لحم عندهم، تيجي 3 برجر سمول مع البطاطس. وشوفوا هذه الكرات تراها محشية مكرونة وجبنة. وهذا سندويشة الدجاج الكرانش المقرمش. ونقول بسم الله. إذا تبغى الستيك اللي معمول على الأصول تعال هنا. وهذا ستيك كذا أصبح جاهز، ستيك التيبونة. وهذا البطاطس اللي بالفرن، وهذه الخضار. بالله عليكم في أحلى من هذا الطبق؟ وهذا الطبق من الأطباق الرهيبة عندهم، كفتة لحم بالجبنة. أبغاكم إذا جيتوا هنا وطلبتوا هذا طبق المقبلات تسووا زي كذا بالصوص وتقولوا بسم الله. كمان على قطع دجاج تسووا كذا بالجبنة وتقولوا بسم الله. يا سلام على القرمشة. وهذا الشرمب هنا كمان الديناميت، تيجي تاخذوه كذا وتغرقوه شوية وتقولوا بسم الله. وهذه أصابع الدجاج كذا لفوها وتعالوا هنا على الصوص. شوفوا هذه أجنحة الدجاج، وشوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف حجمها. هذه أجنحة الدجاج كذا تاخذوها بيدكم وتقولوا بسم الله. يا سلام. وهذه الكرات اللي محشية جبنة ومكرونة، تفكوها كذا وتاخذوها كذا وتقولوا بسم الله. والله يا أحباب إنه كل طبق أطعم من الثاني، ما تدري تاكل إيش وتخلي إيش. شوفوا كمية الحشوة اللي موجودة، كمية المكرونة والجبنة. وبالنسبة للعصيرات ترى عندهم كذا نوع من العصيرات، الكوكتيل والمانجا والحبحب، وحتى الشاي المثلج موجود عندهم. نيجي على البرجر، تاخذ البرجر كذا، شوف ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا جماعة الخير، طري ما شاء الله تبارك الله. شوية من هذا المقرمش. والله يا احباب طبق المقبلات هذا يقول لكم لا يوقف. كذا ناخذ قطع دجاج ونجيب عليها رز وناخذها كذا ونقول بسم الله. يا سلام على الطعم الرهيب. وعلى فكرة يا احباب ترى كل اطباقهم مشبعة زي ما انتم شايفين. شوفوا هذا طبق ما شاء الله تبارك الله يشبع له 2. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله كيف كمية السلطة. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله كيف حجم الكرات. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله كيف حجم قطع الدجاج. هنا ما شاء الله تبارك الله كيف حجم قطع الجبنة الحلو. وبالنسبة يا أحباب العروض الغداء، عروض الغداء تبدأ عندهم من 59 ريال. شوفوا مثلا هنا جيتوا طلبتوا كرات اللحم بالجبنة، حينزل لكم معاها شوربة وسلطة وحلا ومشروب غازي. وإذا طلبتم فرضا سندويشة الدجاج المشوي برضو حينزل لكم معاه شوربة وسلطة وحلا ومشروب غازي. وعندهم عرض كمان ب79 وعندهم عرض ب109. يقولوا لكم تعالوا هنا فترة الغداء وما لكم إلا اللي يرضيكم. طيب يا أحباب بالنسبة لعرض الغداء ترى متاح من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة 1 الظهر إلى الساعة 8 مساء.
يا هلا وسهلا فيكم يقولوا لكم. وزي ما قلنا في البداية يا أحباب إنهم هنا يراهنوا على جودة اللحوم، هنا ما يقدموا إلا أفضل أنواع اللحوم. شوفوا هنا عندهم استكات بشحم وبدون شحم، شوفوا هذه بشحم وهنا بدون شحم، وشوفوا هذا الضلع ترى وزنه كيلو، وحتى الستيك اللباني موجود عندهم، وهذا هو. شوفوا ما شاء الله تبارك الله كيف سماكة اللحمة، وهذه اللحمة بدأت تستوي. والله إنه هذا الطبق من فخامته يستحق له زفة. وشوفوا كيف اللحمة ذايبة وتتقطع على طول. وطبعا طريقة الاستواء اللي حددها العميل احنا طلبنا انها تكون مستوية استواء كامل. كذا بعد ما قطعناها نجي ناخذها بالشوكة ونقول بسم الله. يا سلام، طعم لحم صح.